على إيطاليا مع لواكر. أول إشي وصلت المطار، بعدين أخذت قهوتي وانطلقنا للبوابة والتقيت بالناس اللي كانوا معي في هاي السفرة. وطبعا رح نروح ترانزيت على اسطنبول. أفطرت فطور خفيف وبعديها قررت إني أنام لحد ما نوصل اسطنبول. بعد ما وصلنا كنا كتير تعبانين، بس كان معانا ساعة في المطار ترانزيت قبل ما نسافر على ميلان، فقررت اني اروح على اللاونج وهيك افرفش شوي. بعدين رجعنا على الطيارة، كانت دور كتير طويل بس الحمد لله كان كله تمام. دخلنا على الطيارة وقررت اني انام واصحى اول ما نوصل ميلان. طبعا المنظر من فوق كان بيجنن. المهم دخلنا، كنت كتير تعبانة وطولوا اللقج لطلعوا، بس اخذناهم وقررنا نروح لفة بميلان. طعميت الحمام، بعدين رحنا على الدوم اللي كان فيها محلات، بعدين رحنا نفطر بيتزا وكتير كانت زاكية. شربنا قهوة الصباح خيرة وبرضه كانت كتير زاكية، واشتريت شوية سناكات. وهون رجعنا على المطار والتقينا في لواكر، صورنا كونتنت واكلنا الويفرز اللي كتير زاكيين. واحتفالا انه لواكر اليوم كملت 100 سنة، قرروا ياخدونا على منطقة اسمها بلزانو، بعيدة بالباص 4 ساعات، كتير كانت متعبة. ولكن بالاخر وصلنا، عملنا تشيك ان بهذا الاوتيل الخرافي. اول ما دخلت غرفتي كان في شنطة كلها شغلات من لواكر ومسيجات كتير حلوة منهم. وبعدين لبسنا وغيرنا وفرفشنا ورحنا نتعشى مع تيم لواكر. الأجواء كانت كتير حلوة والناس بيجننوا، تعرفنا على كل المسؤولين عن لواكر وأكلنا أكل زاكي. بعديها رجعنا على الأوتيل بس خلصنا. وهذا كان فلوج اليوم الأول، وبشوفكم بفلوج